يا صباح الفل وصباح الرزق وصباح التفاؤل، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. انا فاتن ودي قناتي اكلك ألذ مع فاتن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. عايزاكي تتابعيني على الفيسبوك وكمان تروحي على اليوتيوب تعملي اشتراك بسرعه. اكلك ألذ مع فاتن. النهارده بقى عامله لكم فطار يوم الجمعه، فطار كده مختلف. فطار كده بقى يعني جو حر بقى، عايزين ناكل حاجه مختلفه. فطار فلاحي كده على اصوله. وعايزه اقول لكم بقى باسهل طريقه عملنا الفطير للبنات المبتدئين واللي سنه اولى جواز واللي عايزه تساعد مامتها. يبقى الفيديو ده ليكي. فطير سهل جدا يا بنات، هينجح معاكي من اول مره. مليان بالزبده والقشطه. حاجه كده تحفه. مورق جدا جدا جدا، وعايزه اقول لكم بجد ما بياخدش 10 دقايق. ايوه 10 دقايق. يلا بينا نقول بسم الله. ما تنسيش بقى لو وصلتي معايا لحد هنا لايك وتصلي على النبي في الكومنتات، وكومنت حلو كده لاختكم وتدعوا لي فيه. يلا بينا نقول بسم الله. اول حاجه عندي هنا كيلو من الدقيق. ده كيلو يا بنات، انا نخلته مرتين. حطيت عليه ربع معلقه من السكر وربع معلقه من الملح، بس ما بحطش عليه اكتر من كده. طيب انا يا فاتن عايزاه مش عايزه احط سكر. لا، السكر ده مش بيبان، هو بس بيعادل العجينه، لكن هو ما بيبانش فيها خالص. هعجن بقى بميه عاديه خالص من الحنفيه. تمام، هنعجن بقى. هنحط الميه تدريجيا يا بنات حسب نوع العجين. في عجين يعني بياخد ميه، وفي عجين ما بياخدش. فاحنا حسب العجين بتاعنا هتحطي الميه بتاعتك. تمام، انا ما قلتلكيش مقدار معين للميه، لان انا بجيب ساعات العجين بياخد ميه اكتر من كده. فانت اول ما العجينه تلم معاكي بالشكل ده، ما تلزقش، وبسم الله ما شاء الله شايفه ما فيهاش اي تكتلات وناعمه زي اللبانه كده، ما فيهاش حاجه خالص، نغطي عليها ونسيبها ترتاح 10 دقايق او ربع ساعه. كل ما تسيبي العجينه بتاعتك ترتاح وهتديكي نتيجه احسن، وهتتفرد معاكي بكل سهوله. كل ما تريحي العجينه كل ما تديكي نتيجه احسن. تمام، انا كده ريحتها ربع ساعه زي ما قلت لكم. هنا بقى هقسم العجينه بتاعتي 4 كور، 4 كور متناسقين مع بعض. يعني هحاول اخلي الكوره قد بعض عشان الكوره دي هتبقى فطيره لوحدها. يعني هنا من كيلو دي هعمل 4 فطاير. الفطيره يا جماعه لوحدها يا لا كبيره ولا صغيره، هتعمل مثلا هتاكل 3 افراد، فحلوه قوي يبقى حجمها مظبوط. تقدري تعملي الكيلو دي ده فطيره واحده. عايزه اقول لك بسم الله ما شاء الله بقى يتاكل كميه كبيره. تقدري تعملي فطيرتين حسب انتي بتحبي الفطير ايه. انا ما بحبوش كبير قوي، بحبه كده يبقى وسط. وطبعا انا بطلعه اوردرات. هبقى اعمل معاكم الفيديو الاوردرات، بس دي انا كنت بعمل لاولادي بقى فطير يوم الجمعه كده، وقلت بقى اعمل كده تغيير. يعني نفطر بقى كده قبل ما يجوا من الصلاه يكون عملت لهم الفطير سخن كده ايه، وياكلوا بقى فطير وجبنه. طبعا الاكله المصريه بتاعتنا كلنا. تقدري كمان تعمليها في شم النسيم. الناس اللي ما بتحبش الرنجة والفسيخ، او مثلا مش عايز تاكل رنجة وفسيخ، عايز تاكل حاجة مختلفة خالص. احنا على فكرة في بلدنا بيعملوا الفطير ده. عايزة اقول لكم يعني في شم النسيم بياكلوا فطير في شم النسيم. في بلاد تانية كتير على فكرة، واللي عارف يكتب لي في الكومنتات. فالفطير ده عايزه اقول لكم تحفه بجد، حلو قوي قوي. صيف يمشي، بشتاء يمشي، بيمشي بجميع الحالات. احنا ما بنقولش لا. في الصيف كمان بيبقى خفيف. انا بعمله بزبده نيوزيلندي بتبقى خفيف. تقدري تعمليها بزبده بلدي، تقدري سمنه بلدي، المتاح عندك. طبعا هحط هنا زبده على زيت عشان يبقى خفيف، ما تبقاش تقيله عليا، وكمان برضك في التكلفه تبقاش تكلفتها عاليه. جبت هنا بقى قسمتها 4 كور، ورحت حاطه كده بقى من على الوش كده زبده عشان العجينه ما تنشفش معايا وتعمل قشره من على الوش. وطبعا هغطي بقى العجينه. وجبت هنا اول كوره فردتها بالشكل ده. اول حاجه انا ما حطيتش سمنه ولا اي حاجه يا بنات، انا بفرد كده اهو من غير سمنه ولا اي حاجه، عشان انا عايزه العجينه تتفرد معايا وتشرب السمنه. ابتدي كده بعد ما فردتها كده، ابتدي بقى كده اخد شويه من السمنه او الزبده وافرد كده بايدي. اهم حاجه خلي بالك بس عشان ما تتقطعش. اهم حاجه تفردي كويس قوي لنجاح الفطير بتاعك. حاجتين مهمين جدا عشان الفطير بتاعك يطلع مورق. اول حاجه السمنه تكون كويسه، يعني تكون حلوه كده مظبوطه في الفطيره. وتاني حاجه تحاولي تفردي الفطيره بتاعتك على قد ما تقدري. العجينه بتاعتك زي ما انت شايفه كده، وابتدي احط ايدي من تحت الفطيره ومن تحت العجينه، وابتدي ايه اشد كده بس بالراحه عشان ما تتقطعش منك. زي ما انتم شايفين بقى كده. هبتدي برضو كده من الجنب كده وابتدي افرد. بفرد خالص زي ما انتم شايفين. الحرف ده مهم جدا ان انت تفرديه، لاني عايزه اقول لكم كل ما تفردي الفطيره قوي وترققيها خالص تبقى ايدك شفافه كده منها، كل ما تطلع معاكي مورقه. جبت كده الجنب اللي من تحت كده، وحطيت الاول زبده كويس قوي او سمنه، وهبتدي بقى الم كده زي ما انتم شايفين.
وهفرد برضك سمنه، احط سمنه وهلم كده برضك من الجنب. اهم حاجه كل ما تيجي تلمي ناحيه تحطي قبليها زبده او سمنه كده، بس تكون يعني شويه محترمين حلوين كده، ما تكتريش قوي برضك، يعني مش كتر السمنه او الزبده دي تبقى كتيره، لا ما تهدريش. اهو بلم وبفرد بايدي برضك، يعني انا كل ما الم حته بفردها برضك بايدي. واهم حاجه يا بنات الاطراف، طروف العجينه معاكي عشان ما تبقاش تخينه جدا في الفطيره. تمام اهو. بصوا بلم وبفرد، بلم وبفرد زي ما انتم شايفين بالشكل ده. خلصت كده، بقت كده معايا الفطيره جاهزه. شايفين لميتها وخليتها كوره بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ده طبعا صاج معايا اهو، ده اللي هفرد اللي هعجن فيه او هخبز فيه. انت بقى عندك صينيه، عندك ايه، تحطي كده بقى شويه من السمنه، وتحطي بقى الكوره بتاعتك كده او الفطيره بتاعتك، وشويه كده من السمنه برضك على الوش، او حته زبده او حته قشطه، قصدي شويه قشطه كده حلوين، وتسيبيها ترتاح بقى قبل ما نخلص كميه الفطير بقى اللي معانا. تمام، اسهل من كده مفيش يا بنات. زي ما انتوا شايفين بقى جبت تاني فطيره كده وتاني كوره بقى هفردها معاكم. اول حاجه بالنشابه زي ما قلت لكم، تقدري تفرديها بالنشابه على قد ما تقدري، وبعدين بقى كده فردتها زي ما انتوا شايفين كده بقى، ورقتها بالزبده او سوري فردتها بالزبده زي ما انتوا شايفين. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله الفطيره عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. شايفه الخفيفه جدا، كل ما هي خفيفه طول ما تبقى حلوه جدا معاكي، تبقى يعني تبقى مورقه، ويعني ما شاء الله تبقى حلوه جدا. انا بحب الفطير كده يبقى مورق، ما يبقاش معجن من تحت. طبعا زي ما قلت لك بفرد بايدي برضك، بحط الزبده وبرضك بفرد الحروف زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه الحروف يا بنات، وتحطي الزبده كويس او السمنه البلدي بتاعتك. طبعا السمنه او الزبده دي حاجه ترجع لك انت بس، سواء تستخدمي زبده او هتستخدمي سمنه حطي عليهم ربع كوبايه من الزيت، بس الزيت يكون نوعه نضيف بيدي نتيجه حلوه قوي. بصوا بفردها اهو بالشكل ده. وبكده برضو خلاص لميت تاني فطيره معاكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى حاجه كده تحفه يا بنات، ايه رايكم؟ ادي كده تاني فطيره. عملت بقى كده الاربع فطاير بنفس الطريقه، وكل فطيره بلمها بريحها واحط عليها بقى قشطه، زبده، سمنه من على الوش. اهم حاجه تحطي سمنه من على الوش. هنا بقى اللي هخبز فيها او هسوي فيها الفطير، الصينيه بتاعتي كده حطيت سمنه من تحت، دهنت الصينيه سمنه وحطيت بقى الفطيره بتاعتي وابتديت افردها بالشكل ده. هحطها كده بقى طبعا مولعه الفرن من قبليها ب10 دقايق على درجه حراره 160 يا بنات، 160 مش 180. عايزه الفطير بتاعي يستوي على مهله كده ويطلع مستوي من فوق ومن تحت وبيبقى مقرمش وجميل. في ناس بتحبه طري، هقولك ازاي برضك في اخر الفيديو الفطير بتاعك يطلع طري جدا. هفردي بقى كده في الصاج التاني اهو زي ما انتم شايفين. طبعا دهنت الصاج دهنته زبده كويس قوي، واحط برضو زبده من على الوش كده عشان تدي كده لمعه للفطير بتاعنا وبيبقى طعمه حلو. طبعا يا بنات زي ما قلت لكم الفطير ده بطلعه اوردرات، واي ست شطوره عايزه تعمل مشروع تكتب لي في الكومنتات واقول لك التفاصيل المشروع ايه. اللهم بارك، يعني مكسبه حلو يا بنات. وعايزه اقول لكم بيطلع بياخدش وقت على فكره، يعني ما شاء الله في نص ساعه عملت الفطير اللي انتوا شايفينه ده. الفطير كمان في الصيف يعني كل يعني بياخدش وقت كتير زي الشتاء، بيرتاح في ربع ساعه بس، لكن في الشتاء طبعا بنسيبه فتره طويله. شايفين بقى الفطير كنت مولعه فوق وتحت، ما بياخدش بالظبط يا بنات 7 دقايق بتكون الفطيره طلعت معايا بالشكل ده. اللهم بارك. اول ما الفطيره تطلع معايا بجيب ايدي كده يا دوبك حاجه بسيطه، يعني ايدي ما يبقاش فيها ميه خالص تبقى منديه، وانطر ايدي على الفطير، انطر ايدي كده على الفطير عشان واغطيه الفطير، اغطي الفطير. الفطير لما تغطيه يطلع معاكي طري وزي الفل. كل ما تغطيه اول ما يطلع كل ما السخونيه والعرق بتاع الفطير هيطريه. اهم حاجه يطلع تقومي مغطيه على طول. وبكده طلعت بقى اخر صينيه معايا بسم الله ما شاء الله. شايفين يا بنات اللون والله تحفه. والله لو عرفتي يعني عملتيه في البيت، مش عرفتي ان شاء الله تعرفي لان الطريقه سهله جدا. لو عملتيه في البيت عايزه اقول لك هتدمنيه مش هتبطلي تعمليه. انا دايما بعمله وبحطه في اكياس كده وبحطه بقى في الفريزر لوقت زنقه كده. بحط بقى اكياس في الفريزر، جالي ضيف فجأة بحط بقى كده فطير وعسل وجبنه. عيالي بقى بيحبوا يتغدوا غدا مختلف يسهل عليا كتير. وزي النهارده بقى فطار مختلف معانا، فطار يوم الجمعه كده لازم يكون مختلف. شايفين بقى الفطيره
تسويتها تحفه جدا جدا. شايفين؟ طبعا لو عايزه تحمصيها اكتر من كده حمصيها، بس انا جوزي انا بحبه محمص كده الفطير وبيبقى جميل، بس جوزي للاسف بيحبه طري جدا، فانا عاملاه طري زي ما انتم شايفين. اول ما طلع غطيته ونطرت ايدي كده ميه من على الوش، متكتريش يعني، وبلاش الميه هتغطي على طول. اصلا اول ما الفطير يطلع العرق الفطير هيخليه طري وملبن وتحفه جدا جدا جدا. الفطير مورق. عايزه اقول لكم بقى الجبنه القديمه التحفه اللي انتوا شايفينها دي انا اللي عاملاها في البيت، والعسل ده كمان عسل كده اصلي يا بنات، حلو جدا جدا، بطلعه برضو مع الفطير في الاوردر. عايزه اقول لكم بقى بجد حلو جدا. طبعا الفطير لو بالسمنه البلدي بيتقلي قبليها بيوم، فبحضره يعني بكون مسيحه بقى عندي سمنه بلدي وبعمله بالسمنه البلدي حسب الاوردر. بس زي ما قلت لكم ده كان فطار لينا، ما كانش اوردر طالع ولا حاجه. ان شاء الله اصور معاكم اوردر بعد كده واوريكم ازاي بطلع الفطير وبحسبها ازاي. ربما اي ست مصريه تحب مثلا تعمل مشروع في البيت على عيني، كل الستات المصرية شاطرين وزي الفل، وان شاء الله متأكدة ان انتوا الوصفة بتاعتي هتعجبكم وهتجربوها وهتدعولي. ما تنسيش بقى لو الفيديو بتاعي عجبك، شايفين بقى الفطير ازاي مورق؟ يعني بصراحة عايزة اقول لكم يا بنات تحفة والله، ما حد كل فطيري قال لو عجبه جدا وقال لي بجد يعني تسلم ايدك. فطير سهل وبسيط ومقاديره في البيت، مش هيكلفك حاجة. قومي اعمليه فرحي ولادك، اعملي فطار مختلف، يمشي غدا على فكرة ويمشي عشاء، يمشي في كل حاجة. احنا كمصريين ما بنحبش حاجة قد الفطير. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ووصفتي النهاردة تكون سهلة عليكم ويكون فيديو بسيط عليكم. تعالوا بقى شوفوا رأي فؤاد، اصلا يعني بياكلوا بس بيقول لي ايه تحفة يا ماما.